السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عندنا جولة في شارع المعز، من احلى وارقى شوارع مصر. وطبعا عارفين ان ده مكان اثري، وبصوا بقى مش عايزة اقول لكم على جماله، وتروحوا هناك تحسي فعلا ان انت مش عايزة تسيبي المكان من جماله ومن حلاوته، وبتجيله ناس من كل الدنيا. بصوا بقى، انا هسيبكم كده تاخدوا جولة وتتفرجوا كده على المنظر عامل ازاي والحاجات الاثرية اللي فيه. هتشوفوا كمان، يعني بصوا في عز النهار والصبح والدنيا شمس وكده، بس عايزه اقول لكم الناس كانت ماليه الدنيا هناك. من جمال المكان تحسي ان انت مش عايزه تقومي اصلا. وبعدين يعني بيجيله ناس من كل حته. بصوا مش عايزه اقول لكم، بصوا الشكل عامل ازاي. ده كمان لسه جوه، لما تخش جوه بقى هتشوف الدنيا عامله ازاي. وهنا دي بقى اللي بترسم الحنه. بصوا انا بوريكم هنا، دي من السودان، وبتقعد بقى ايه المكان ده ما بتقومش منه، بترسم الحنه لاي حد، يعني على قد ايه بقى عايز ترسم في اي حته بترسم. وده المحلات بقى هناك، اللي هي طبعا اللي بتبيع الحاجات زي بتاعت خان الخليلي، دي الحاجات الاثريه، النحاس والحاجات التحف. بصوا بقى المنظر، المحل ذات نفسه ما تلاقيش حاجه زي دي دلوقتي. الحاجات دي من العصور القديمه جدا جدا. بصي منظر المحل من بره كده، الباب بتاعه عامل ازاي، والسلالم. بصوا مش حاجه مش موجوده دلوقتي خالص، يعني بجد فايته كتير قوي اللي مش هيروح شارع المعز ويتفرج على جمال الدنيا هناك وعلى القعده هناك، تبقي مش عايزه تقومي منه. بصي انا بوريكم بس يعني حاجات كده. وانا بصور انا مش عايزه يعني ان انا امشي، بس انا عايزه الحق اصور لكم كل حاجه. وده الجامع بقى، مش عايزه اقول لكم دخلت جوه ما بقتش عايزه اخرج منه. الهدوء والراحه النفسيه والمنظر بقى من جوه، هوريكم جوه الدنيا عامله ازاي. بس طبعا انا هنا بصور وانا رايحه، وبعدين إيه لسه هرجع تاني بقى، هقعد على السلم بتاع الجامع، هقعد شويه وبعدين هبتدي اصور تاني. فهنكمل مع بعض الفيديو ان شاء الله. انا هنا بص بقى، هاجي على السلم دي وهقعد بقى ايه، نقعد ناخد بريك كده وبعدين نكمل تصوير تاني.